خارج الملعب لا تخطئ الأذن سماع الموسيقى، وداخل الملعب أكثر من يبحث عنهم بالعين هو ميسي. لما غاب ليونيل محليا تاه برشلونة وطأطأ أونريكي رأسه في انتظار أن يرفعه أوروبيا بوجود ميسي. بدأت المباراة سريعة، أول محاولة وصلت لميسي تصرف معها كحالة العائد بعد غياب. ثانية المحاولات وصلته في حقل الرماية، التسديد جانب الهدف. بعدها رسم ميسي مقولة الثالثة ثابتة، تمريرة نيمار المرسومة أودعها ليونيل في الشباك عند الدقيقة 24. فرح أونريكي لخص صورة برشلونة بميسي وبدونه. موسى ديمبلي لم يرتقي إزعاجه إلى درجة الخطر. تير شتيغن بدد فعل الفرنسي على مرتين. بعدها واصل ميسي تحركاته ونصب نفسه فاعلا، رفع الكرة نحو سواريز، رأسيته وجدت في طريقها حارسا يقظا. عاد ديمبلي مصرا ومجربا لحظه برأسه، كرته كانت ضعيفة وتموقع تير شتيغن خفف من خطورتها، ولم يخفف مدافع سيلتيك من خطورة سواريز إلا بالمسك المؤدي إلى ركلة جزاء تولى تنفيذها ميسي معلنا الثنائية في الدقيقة 56. وصل برشلونة بل ميسي مساعيه لإضافة الثالث. الأرجنتيني كان قريبا من الهاتريك وكرته جانبت القائم. سواريز ظهر وكأنه ممنوع من التسجيل، القائم رد تسديدته. انتهت المباراة ولخصها ميسي في اسمه، عاد ليونيل فعادت برشلونة. التأهل من ملعب بروسيا بارك كان شغل الشاغل لكتيبة بيب جوارديولا، والفوز يمنح بطاقة التأهل دون النظر لنتيجة سيلتيك وبرشلونة. أما صاحب الضيافة بروسيا مونشنغلادباخ فالنقاط الثلاث هي الحل الوحيد للحفاظ على الآمال حتى الجولة الأخيرة. بداية هادئة عكس كل التوقعات استمرت من كلا الطرفين حتى الدقيقة 23 عندما زار رافائيل شباك السيتي بالهدف الأول. وما بين تصفيق شوبرت للاعبيه وهمسات جوارديولا لمساعديه اختلفت الأجواء، وظهرت الخطورة الهجومية من السيتي لأول مرة بتصويبة جوندوغان التي تصدى لها الحارس يان سومير. الخلل الدفاعي الواضح في دفاع السيتي تواصل، وهذه المرة كلاوديو برافو ينقذ شباكه من الهدف الثاني. في آخر دقيقتين من هذا الشوط أدرك السيتي أخيرا نقطة ضعف الألمان، فكان الاختراق من الناحية اليسرى. أغويرو أهدر الأولى، أما الثانية فكانت في الشباك بقدم دافيد سيلفا لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي. بعد الاستراحة وتلقي مزيد من التعليمات لحسم المباراة، وبدلا من مشاهدة الأهداف شوهدت البطاقة الحمراء مرتين، الأولى في الدقيقة 51 بطرد لارس ستيندل، أما الثانية فكانت عند الدقيقة 63 عندما قدم فرناندو هدية غريبة لخصمه بهذه البطاقة التي أخرجت مدربه عن شعوره. الفريق الإنجليزي كان الأكثر خطورة في اتجاه الحارس سومير الذي لعب دور البطولة في عدة مناسبات وحمى عرينه من أهداف محققة. تعادل أهل مانشستر سيتي إلى ثمن النهائي بالبطاقة الثانية عن المجموعة الثالثة، مستفيدا من فوزه ذهابا ومن هدية برشلونة أمام سيلتيك. زعامة المجموعة الأولى هي الشعار الأساسي لمباراة ملعب الإمارات التي غاب عنها العديد من العناصر المهمة من الفريقين، في مقدمتهم من جانب البي اس جي باستوري دي ماريا بالإضافة إلى سيرجوري بسبب قضية التأشيرة. المعطيات هذه جعلت أوناي إمري يلجأ إلى بعض التغييرات في التشكيلة من أجل مواجهة الوضع وعدم التفريط في نقاط المباراة. البداية اتسمت بالحذر من الطرفين لدراسة كل فريق للآخر، وأول المحاولات الجادة كانت للبي اس جي في الدقيقة 15 ورأسية كافاني وجدت دفاعا حسينا. كافاني عاد بعد 3 دقائق فقط وسجل هدف السبق للباريسيين من متابعة جيدة أزالت بعض البرودة عن ملعب الإمارات وجعلت فينغر يفكر في خيارات أخرى لإنقاذ فريقه من الخسارة. ورغم محاولة الغانرز القليلة إلا أنهم تمكنوا من التعديل في الأنفاس الأخيرة من المرحلة الأولى من ركلة جزاء سجلها أوليفيه جيرو.
إيقاع المباراة ارتفع في الشوط الثاني من الجانبين أملا في أهداف أخرى، وكاد البرازيلي لوكاس مورا أن يهدي فريقه الهدف الثاني من هذه المخالفة التي نابت فيها العارضة عن أوسبينا وأنقذته من هدف محقق، لكن التجسيد كان من الغانرز الذي سجل له وبالخطأ فيراتي ضد مرماه. رد فعل البي اس جي لم يتأخر، وكان بهذه المحاولة من المتألق دوما كافاني، غير أن الحكم لم يحتسب له ضربة جزاء أمام استغراب أوناي إمري الذي أدخل حاتم بن عرفة بحثا عن النجاعة الهجومية، وهو ما حدث بالفعل من ركنية بن عرفة، ومورا في المكان المناسب يعدل النتيجة من رأسية جميلة. الضغط الباريسي تواصل أكثر في الدقائق المتبقية، غير أن كافاني لم يحسن الاستثمار في الفرص المتاحة وضيع الفوز بملعب الإمارات، غير أن الصدارة تؤول للباريسيين في انتظار نتائج. في المجموعة ذاتها تعادل بازل ومضيفه لودوغوريتس دون أهداف في الجولة قبل الأخيرة دائما من الشامبيونز ليج. رغم الفرص الواضحة لبازل، فإن المباراة شهدت تألق حارس مرمى لودوغوريتس ياناف الذي تصدى للعديد من الكرات ليتأجل حسم بطاقة التأهل إلى دور 32 من الدوري الأوروبي إلى الجولة الأخيرة. سقط بايرن ميونخ بصورة مفاجئة على ميدان روستوف بخسارته بهدفين ل3 ضمن المجموعة الرابعة. الفريق الزائر تقدم عن طريق دوغلاس كوستا بعد مرور 35 دقيقة من البداية، وأدرك روستوف التعادل عن طريق ساردار عزمان قبل دقيقة من الاستراحة من مجهود فردي رائع، ومنح ديمتري بولوز التقدم لأصحاب الأرض من علامة الجزاء، كان ذلك عند الدقيقة 50. وبعد دقيقتين أدرك خوان برنات تعادل الفريق البافاري مسجلا الهدف الثاني لفريقه، لكن كريستيان نابوا أعاد روستوف إلى المقدمة بإحراز الهدف الثالث من ركلة حرة في الدقيقة 67. ضمن أتلتيكو مدريد صدارة المجموعة الرابعة بفوزه على ضيف بي اس في ايندهوفن بهدفين دون مقابل. الفرنسي كيفن غاميرو تقدم لروخ بلانكوس عند الدقيقة 55، ثم ضاعف مواطنه أنطوان غريزمان النتيجة في الدقيقة 66. في تركيا لوحت النسور استعدادا منها للضيف البرتغالي. تكلم الكبار مع الصغار بحروف الانتماء ليكتب على كرة الشامبيونز ليج. بيشكتاش يستقبل بنفيكا، دخول حذر من الطرفين واجتماع مغلق لنسور اسطنبول. البداية كانت قوية لأن قائم بشكتاش اهتز في مكانه من قدم برتغالية كذا تعلن عن أول الأهداف. بنفيكا البرتغالي نجح في نزع ريشة من جناح النسر التركي بتدوينه هدف التقدم عبر لاعب غونسالو جيدش، في الوقت الذي أراد فيه نسر اسطنبول استعادة ريشته الضائعة. وجد نفسه يفقد ريشة أخرى بعد تسديدة لنيلسون سيميدو أو نيلسينيو كما يحلو لأهل البرتغال تسميته، وللصورة أحكام قد تعرفونها أنتم أكثر من وصف القلم. ولأن النسور عندما تصاب بالعجز تفكر في الانتحار، نسر اسطنبول فتح بابه لهدف آخر ولو على مضاد، لأن أخشبه الثلاث وقفت مقام دفاع ظل يتفرج إلى حين نزع الصربي ليوبومير فيسا الريشة الثالثة من عش بشكتاش أرينا. تبدأ الدراما التركية مسلسل البكاء على لاعبين لم يحضر منهم في الشوط الأول سوى طيفهم. في بداية الفترة الثانية سينك توشون استعاد ريشة من الريشات الثلاث بطريقة رائعة مدونا هدف تقليص الفارق. ومن ركلة جزاء البرتغالي كواريشما أعاد ريشة ثانية إلى جناح النسر التركي. ولأن الأتراك مشهورون بعنادهم كان طبيعيا أن تعود الريشة الثالثة إلى مكانها بعد تسجيل فانسون أبو بكر هدف التعادل ليؤجل الحسم إلى الجولة الأخيرة. بحساب المجموعة الثانية أيضا أنهى نابولي الجولة الخامسة متصدرا بالاشتراك مع بنفيكا بعد تعادله مع ضيف دينامو كييف الأوكراني من دون أهداف. مواجهة الفريقين تميزت بالحذر من الطرفين وغابت عنها المحاولات الجادة لتسجيل الأهداف، لتنتهي المباراة من دون غالب ولا مغلوب.